السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم ميني مسمن بالقمح الصلب بدون دقيق أبيض. كيجي صحي، كيجي مقرمش من برا ورطب وهشيش ومرق من الداخل، والأهم من هادشي بدون دلك ولا مجهود. واخا تكوني ما عمرك جربتي المسمن ولا ما كينجحش معاك، أكيد إذا جربتي بهذه الطريقة غادي ينال الإعجاب ديالكم. بلا ما نطول عليكم، دوزوا المقادير وطريقه التحضير. قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم نصليو كاملين على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله على بركه الله. في اناء غادي نحتاجو 4 ديال الزلايف ديال الدقيق الفينو القمح الصلب، وكاين اللي كيسميه سبيسيال، كيكون بحال السامد، غير هو كيكون رقيق شويه على السامد. غادي نحتاجو كذلك الملح طبعا كيبقى على حسب الذوق. غادي نحتاجو راس معلقه ديال الخميره الفوريه، خميره ديال الخبز. الدور ديال الخميره الفوريه كيخلي المسمن ديالنا ما كيجيش ملصمط، ما كيجيش ملصق، كيجي منفوخ وكيجي رطب. والسر الثاني وهو زيت الزيتون، كنضيف هنا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، كيخلي المسمن ديالنا كيجي هشيش، كيذوب في الفم. وكنضيف كذلك معلقه ديال العسل طبيعي، ممكن تعوضوها بالسكر اذا ما كانتش متوفره عندكم. الدور ديال العسل كيخلي المسمن ديالنا كيجي اللون ديالو مذهب وكيجي عاطي العين ما شاء الله. وغدا نضيف هنا الماء عادي اللي كنجمع به العجين المروبيني. هنا ما غاديش ندلكو العجين نهائيا، فقط غير غادي نجمعوه ونحسو بالعجين تماسك، غير واحد 2 دقائق هكا ديال العجن ديالو اولا ما كاملاش، وكنحصلو على العجين اللي هو متماسك ان شاء الله. هنا حطيته على سطح العمل غير باش نحاول نجمعو مزيان حتى نحس به تماسك، يعني ما غاداش ندلكو، فقط 2 دقائق او دقيقه ونص كيكون واجد على هذا القوام. هذا كيف ما كتشوفوا راه ما كيبانش لكم رطاب وتماسك مزيان، فقط جمعناه. خديت انا بلاستيكه عملت فيها قليل من الزيت، وغدا نحط العجين في البلاستيكه ونسد عليه. اذا كنتو مزروبين فحطوه نصف ساعه على سطح العمل، واذا ما كنتو ما مزروبينش عندكم الوقت تقدروا تحطوه في الثلاجه لمده ساعه حتى لساعتين او ليله كامله، لكم الاختيار. هنا من بعد ما دازت ساعه ديال المكانه عملته انا في الثلاجه. شوفوا تبارك الله القوام ديالو كيفاش صبح، بحال كاننا دلكناه وكيكون احسن من الدليك. غادي ندوزو باش نشكلوا العجين ديالنا كويرات. كيف ما تشوفوا هنايا انا راه بديت هنايا قربت نسالي. كنحتاجو فقط الزيت. شوفوا تبارك الله ملي كنكون كنكور هذاك العجين كيعمل هذاك النفيخات، هذا دليل على ان العجين ديالنا ناجح 100%. هنا من بعد ما ساليت التشكيل ديال العجين غندوز باش نخلطوا الخليط ديال التوريق، وهذا سر من الاسرار ديال نجاح المسمن تاني. كنحتاج هنايا كاس الا ربع ديال الزبده. انا احتاجيت هنا زبده حيوانيه، ممكن تستعملوا الزبده العاديه، غير هو بالزبده الحيوانيه كيجي افضل، كيجي لذيذ بزاف. واحد المقطع ما تصور لي شي ضفت في هذا الخليط معلقه كبيره ديال النشا. ممكن تعوضوها بالدقيق الفورس، لكم الاختيار، راه كتعطي نفس النتيجه. ما تنسوهاش المعلقه ديال الفورس او المعلقه ديال النشا كتخلي المسمن ديالنا كيجي رطاب بزاف من الداخل وكيجي هشيش كيذوب في الفم. الخليط الثاني عملت دقيق الفينو، وعملت الخماره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. دوزت لهاد الكويرات وعملت فيهم عوينه الا شفتوا، وعملت معلقه ديال هذاك الخليط ديال الزبده والزيت والنشا، وكنرش بالخليط ديال الدقيق الفينو والخماره، وكنرجع نحط هادوك عليهم من الفوق. الحجم ديال الكويرات يكون متوسط، ماشي ديك المسمنه اللي كتكون كبيره، كيكون الحجم ديالها متوسط. صافي هنايا استمرت على هاد العمليه حتى ساليت الكميه اللي عندي كامله. دابا غادي ندوزو باش نشكلوا المسمن ديالنا. كناخذوا هنايا الكويره داك اللي فيه 2، وكندهنوا سطح العمل بالزيت، وكنسرحوا الكره ديالنا. هنا من الافضل تسرحوا الكره ديالكم على شكل مستطيل او لا مربع، لاننا كل كره غادي نخرجوا منها 4 ديال المسمنات، فخاصهم يكونوا في نفس الحجم. ملي كنسرح تقريبا حتى كيبان سطح العمل، وكندهن بهذاك الخليط ديال الزبده والزيت والنشا،
وكنرش بالخليط ديال الفينو والخمارات الحلويات، وكنشد موس وكنقطع على 4 ديال القطع. هنا تقدروا تحتاجوا الموس ديال البيتزا كيكون احسن. هنا ملي كنبغي نجمع المسمنه ديالي كنجمعها بحال المسمنه العاديه الكبيره، كنجمعها وكندهنها بالخليط ديال الزبده والزيت والنشا، وكنجمعها بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا في الفيديو ولا في الصوره. كنتمنى من الله تكون الطريقه واضحه والشرح يكون حتى هو مفهوم. غادي نعاود واحده اخرى معكم باش تكون الطريقه واضحه معكم اكثر. كيف ما كتشوفوا راه كنورق وكندهن بالخليط ديال الزبده والنشا والزيت. هنا كنسرع لكم الفيديو باش الفيديو ما يجيكمش طويل، وفي نفس الوقت ما نحرقش لكم المراحل نهائيا. مشيت معكم خطوه خطوه. كيف ما كتشوفوا عملت الثانيه الاولى، الثانيه الثانيه، وكنرش بهذاك الخليط ديال الزبده والفينو والنشا، وكنستمر على هاد العمليه حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله. هاد الطريقه راها عمليه وكتوفر علينا الوقت. هنا من بعد ما ساليت المسمن كامل كنبدا باول وحده، وكنرش شويه بهذاك الزيت والزبده اللي بقى ليا. انا في المقله ما كنحتاج لا زيت لا حتى شي حاجه، فقط ملي كنحتاج في سطح العمل في المقله ما كنرش الزيت ما حتى شي حاجه، لا في المقله لا والو. كنكتفي فقط ملي كنقرصهم على سطح العمل باش ما كيجيوش مزيتين ومي كتاكلهم ما كيقهموكش. هنا ملي تكونوا كطيبيهم ضروري الطياب كيبقى حتى هو من اسرار النجاح ديال المسمن. ملي كتحطوا المسمنه ديالكم كتحسبوا 1 2 3 وكتقلبوا المسمنه. هاد العمليه كتكرروها من 2 حتى 3 ديال المرات، وعاد كتبقاو طيبوا المسمن ديالكم عادي كيطيب ديك الساعه على خاطرو. غير كنحط المسمن كنقلب، كنحط كنقلب، ما كنخليش حتى كيطيب من التحت عاد كنقلبو، ما كيجيش مزيان. الا بغيتوا المسمنات ديالكم يتنفخوا ويجيو مهويين ويجيو ورقه على اختها من الداخل. اذا جربتوه وتبعتوه خطوه خطوه والله العظيم حتى غادي يخرج لكم مسمن ولا اروع، وغادي ينال الاعجاب ديالكم وغادي يرجع معتمد عندكم. هنا من بعد ما ساليت الكميه كامله تبارك الله ما شاء الله، شوفوا الكميه اللي عطاتني، شوفوا تبارك الله المسمنات كيفاش جاو، اللون ما شاء الله، ولا المذاق ولا التوريق. هنايا بغيت نسمعكم الخشخشه ديال المسمن ولكن مع الصداع ديال الوليدات ما لقيت كيفاش نعمل. شوفوا تبارك الله ما شاء الله ورقه على اختها، شوفوا ما شاء الله جا كيحمق والمذاق يا سلام. بالنسبه للاحتفاظ في الكونجيلاتور اللي بغى يحتفظ به كتخليوه حتى كيبرد مزيان، كتاخذوا 6 ولا 10 ديال الحبات كتعملوهم في بلاستيك غذائي وتحطوهم في الكونجيلاتور. نهار اللي كتبغيوهم كاينين 2 طريقات. الطريقه الاولى كتشعلوا الفران حتى كيسخن مزيان من الاسفل والفوق، وكتجبدوا المسمن ديالكم وكتستفوه في الصينيه ديال الفرن، كتطفيو على الفران من الفوق من الاسفل، وكتدخلوا المسمن ديالكم وكتخليوه مده ديال 8 حتى 10 ديال الدقائق. ملي كتجبدوه كتلقاو المسمن ديالكم بحال الا يلاه طيبتوه من المقله. الطريقه الثانيه كتخرجوه من الكونجيلاتور، كدوزوا ربع ساعه كتسخنوا المقله ديالكم على المهل وكتسخنوه بحال انكم كطيبوه، وكيجي بحال الطريقه ديال الفرن. غير هو الفرن كيكون سريع وعملي، وفي نفس الوقت كتسخني كلشي في دقه واحده. انت كتعمري البريريد ديال اتاي المسمنات ديالكم كيسخنوا في نفس الوقت. كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم، ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقاتكم الزوينه اللي دائما كتفرحني. وحتى لهنا كنقول لكم السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله وصفات اخرى باذن الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.